هاي يا حلوين، جايتكم اليوم بموضوع الشخص الصح. أنا ما ارتبطت من قبل، بس قضيت وقت طويل براقب وبقرأ وبفهم ليش العلاقات بتتعب. مش كل شي بنسميه حب بيكون حب، أحيانا بنكون عم نبرر. جايتك اليوم بأشياء صغيرة لو انتبهتي لها بكير رح توفري على حالك كتير متاعب. أهم شي بالعلاقات هو الاحترام. إذا هو لازم يحترمك بدون شروط، ما بيقلك تغيري شكلك، أسلوبك، كلك على بعضك. دائما يسمعك بصدق، لما تحكي لا أو ما بحب هذا الشي يسمعك وما يقلل من شعورك. ما يكون مستعجل بكل شي وعم يحاول يربحك، يعطيكي مساحتك انك تتعرفي عليه وتتأكدي من اي شي انت بدك اياه. يبين احترامه لمساحتك، هواياتك، شغلك، أي شي بخصك يحترمه. يعترف بالاختلاف، مو كل ما يصير اختلاف نتزاعل ويصير مشكلة، بل نسمع بعض ونفهم بعض. الاختلاف موجود هيك فينا ناخده بطريقة زعل وفينا ناخده بطريقة حلوة، نفهم بعض وناخد من بعض أشياء. أهم شي، لأنه أنا عن جد رح جد من هاي الشغلة، إنه ما ياخد الحب كسيطرة. لازم تعملي هيك ولازم تسوي هيك لو بتحبيني هيك، لو أنا هاي الشغلات كلها بالنسبة إلي ريد فلاج. بليز انتبهوا. مش بس يبين اهتمامه بالكلام، بل يكون داعم وسند لإلك ويخليكي انتي نفسك الحقيقية. ما تحسي انك عم تتصرفي كحدا تاني لابسة قناع، بل تكوني انتي على طبيعتك. هي الشغلة كتير مهمة وبتورجيكي عن جد أنا مرتاحة مع هذا الشخص، أنا على طبيعتي، أنا مثل ما أنا، وهو داعم ومهتم ومحترم، ما بيقلل من أي شيء. هاي علامة كتير قوية. وعلى فكرة في شي كتير مهم ويمكن مو كتير معروف، واللي هو إنه أنا أو هو، أنا مثلا مرتاحة بهذا الشكل من الحياة، هل بيناسبك أو ما بيناسبك؟ وكذلك أنا، هو بيقول هل بيناسبني أو ما بيناسبني، ولو بيناسبك تمام، ما بيناسبك خلاص وأنت كذلك نفس الشيء. إلا بقى لو أنت ممكن تتعامل مع الوضع وهي ممكن تتعامل مع الوضع، ممكن تفهموا بعض وتوصلوا لحل سوا، فكل شي بالتفاهم بيمشي. ما والله لأ لازم كذا. ويا جماعة في شي كتير مشهور بدي وصل لكم اياه، مو لما نفكر انه الفراشات عم تلعب ببطننا وفي حماس جواتنا اذا هذا الشخص بنحبه وكذا، الكن على شي انه هي اشارة خاطئة. انتو جسمكم عم يفهمكم انه في شي مو مريح، مو حماس مثل ما انتم مفكرين. فبتمنى تنتبهوا لهذا الشي. عكس هذا الشي يا جماعة والله انه بتكونوا هادين، في هدوء، في صفاء ذهن جد. احساسنا بيكون صح، بس في ناس شايفتكم اوقات قصدا تحاولوا ما تنتبهوا لاحساسكم، بتقول سكوت، ما هيك؟ لا، ما في شي اسمه سكوت، لانه بعدين بتقولوا يا ريتنا سمعنا صوتنا. بالاخير ما حابة اطول عليكم كثير، هي كانت مجرد فضفضة صداقية اخوية مع بعضنا، عم نحاول نفهم لحتى نحصل على الشخص الصح. ولكن حابة لكم شغلة بالاخير مشان ما حدا يفهمني غلط او حدا يكون فهم من بعد كلامي سوء تفاهم، واللي هو انه ما في انسان بالحياة ما عنده عيوب، تمام؟ فاللي بدي اقوله انه الشخص الصح مو اللي ما عنده عيوب، انما الشخص الصح هو اللي بتحسي معه بالامان وانك انتي نفسك، مو حدا تاني. وبس بكل بساطة هذا الموضوع، والله يحسن اختيارنا جميعا. اتمنى تكونوا استفدتوا. بشوفكم فيديو تاني. باي.